السلام عليكم. أحلى متابعين، يا رب دايما تكونوا بخير وبسلام. اللهم صل وسلم وبارك عليك حبيبي يا رسول الله. أسماء وتجربتي بنفسي. ما بعد الشهادة الإعدادية أودي ابني أو بنتي الثانوية العامة ولا الثانوية الفنية؟ أنا بقول لكم ودوهم الثانوية العامة وتوكلوا على الله. بس ما كنش ابني أو بنتي ما بيعرفوش يكتبوا أساميهم وأوديهم الثانوية العامة، لا، لازم أكون شايفة ابني أو بنتي ما شاء الله اللي هم يقدروا يلتزموا بالمذاكرة، واللي هم يجيبوا في النهاية مجاميع كويسة، ونتوكل على الله ونوديهم ثانوية عامة. لأن في الثانوية العامة مصر هتقولوا مصاريف، برضو في الدبلومات فيها مصاريف كتير، وهنا مصاريف وهنا مصاريف وهنا مذاكرة وهنا مذاكرة، وفي النهاية الثانوية العامة هي طبعا اللي هتكسب. وهقول لكم عن وجه المقارنة ما بين الثانوية العامة والدبلومات الفنية. هنبدأ بالدبلومات الفنية الأول. مصروفات، إن كان على المصروفات، مصروفات ودروس. كل مدرس مادة عايز يدي درس إلا من رحم ربي طبعا، وكلهم بيعاملوا بالدرس إلا من رحم ربي. طيب والمجهود، هنيجي في تالتة ثانوي أو تالتة ثانوي فني، هنيجي طبعا تعب وجهد وسهر وحرقة أعصاب. طيب والنتيجة آخر العام لابد إن أنت تجيب 90 أو 95 أو 99 علشان تعرف تخش كلية، ولازم تجيب 96% لو أنت عايز تخش كلية التجارة. وطبعا بسيط جدا 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 من اللي بيجيب المجموع ده، ولو جبت 90% ما انتش عارف تخش كلية كويسة. طيب بالنسبة للكليات والمعاهد، لما نشوف باقي التنسيقات، يعني احنا في النهاية هنبص كده على الكليات والمعاهد لما يخلصوا طبعا تالتة ثانوي وياخدوا كل المجاميع اللي عندهم، وبعد كده يبقى يشوفوا الدبلومات الفنية او الثانوي الفني. ولازم اللي انت تجيب او تجيبي 96% علشان تخش كلية التجارة بدون معادلة. اقل من كده طبعا بالمعادلة، والمعادلة عايزة لها ما شاء الله مصاريف كتيرة جدا. تعالوا بقى نشوف قرار الوزارة. له مرحلة واحدة وهي المرحلة الثالثة. يعني احنا الدبلومات الفنية ملوش طبعا لا مرحلة أولى ولا تانية، يستنوا المرحلة الثالثة لما يخلصوا طبعا مجاميع تالتة ثانوي عام، بعد كده يبقى يخشوا على تالتة ثانوي فني. طيب هنبص على الشكاوى والتظلمات. فوت علينا بكرة يا سيد. ده طبعا لو طالب ثانوي فني، ايا كانت تجارة، صنايع، زراعة، فوت علينا بكرة يا سيد. طب احنا دلوقتي عايزين نسمع او نشوف طالب تالتة ثانوي عام. أول حاجة المرحلة التعليمية تالتة ثانوي عام. طب المصروفات، مصروفات ودروس. طب والمجهود، تعب وجهد وسهر وحرقة أعصاب. طيب والنتيجة آخر العام، يا تجيب 50%، 80%، يا 90%، أيا كان. وفي النهاية طبعا هتخش الكلية. بس احنا لازم نجتهد يا جماعة الخير اللي احنا نجيب مجموع كبير علشان احنا اللي نختار الكلية أو المعهد اللي احنا عايزينه، وربنا يوفقكم إن شاء الله. بالنسبة للكليات والمعاهد، كما يشاء له حرية الاختيار للطالب اللي جايب مجاميع عالية، خلي بالكم. طيب قرار الوزارة له 3 مراحل في التقديم. يعني غير الطالب الثانوي الفني له المرحلة الثالثة فقط، ولكن بالنسبة لطالب الثانوية العامة له 3 مراحل من التقديم في الكليات أو المعاهد. بالنسبة للشكاوى والتظلمات، مراعاة الشكاوى على أكمل وجه. ده فين؟ عند الطالب ثانوي العام. فإحنا هنا في طلب الثانوي العام مصروفات وجهد وتعب وكل ده، بس في النهاية هيقدر اللي هو يجيب بفضل الله طبعا المجموع، ويخش الكلية اللي هو عايزها أو المعهد. المهم اللي احنا فعلا عندنا حرية الاختيار واحنا في الثانوية العامة. أما الدبلومات، الكل طبعا مدرسين بيحمسوا الطلبة في أولى دبلوم
ده انتوا هتكونوا وهتكونوا. ويجي الطالب يكتشف في النهاية بأنه هو ولا حاجة ولا طال أي حاجة، والثلاث سنين عدوا عليه كده هباء منثورا. فاحنا بوجه رسالة لكل أولياء الأمور اللي هم يودوا ولادهم الثانوية العامة ويتوكلوا على الله، لأن في هنا مصروفات وفي هنا مذاكرة، ونفس الحكاية عند الثانوية العامة برضو مصروفات ومذاكرة. في تلك الحالتين مصروفات ومذاكرة وحرقة أعصاب. فاحنا في النهاية عايزين نحصل على كلية أو معهد أيا كان، بس نخشه كده واحنا مرتاحين نفسيا. ولكن طالب الدبلوم ملوش اي حرية اختيار. فخلي بالكم يا جماعة الخير، في الدبلومات النظام الجديد نظام الجدارات، ما عادش فيه غياب لا في اولى ولا في تانية ولا في تالتة، واللي هيغيب طبعا هيتفصل من المدرسة. وفي النهاية الثلاث سنين هيعدوا كده هباء منثورا. لو وصلتوا لحد هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد. يا رب اللي يشترك في القناة ربنا يرزقه بحج بيت الله الحرام. نشوفكم على خير، سلام.